تخيل تلبس الميري وترمى في حتة مقطوعة وسط الجبال، والليل ضلمة كحل والجو ساكت سكتة ترعب. فجأة يجيلك الأمر: يا دفعة اطلع استلم نقطة الحراسة دي لوحدك للصبح. تقف في الضلمة وانت خايف وسلاحك في ايدك، وتسمع خطوات تقيلة بتسحب رجلة على الصخرة قريبة منك. ترفع سلاحك وتضرب طلقة عشان تدافع عن نفسك، فتكتشف انك قتلت ابن ملك الجن وبقيت المتهم الأول في محكمتهم. الحكاية بتبدأ من أول يوم الشاب ده دخل فيه الجيش، واترمى في حتة جبل مقطوعة وصعبة جدا في جبال شابوه في اليمن. الشاب ده اسمه أحمد ياسين العنتري. مكان بالليل السكون فيه بيكتم النفس، والريح بتصفر بين الصخور كأنها صرخات جاية من عالم تاني. وما كانش يعرف إن الليلة دي هي الليلة اللي هتشقلب حياته فوق تحت وتدخله في سكة مقفولة. انا عبد الرحمن، دي حكايه جديده من حكاوي الدهشان. اهم حاجه في البدايه حكاوتيه، ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك وتفعيل زر الجرس، لان دعمكم الحقيقي هو اللي بيشجعنا نستمر في نشر الفيديوهات. ويلا بينا نبدا كابوس النهارده. بتبدا حكايتنا مع الجندي احمد اللي لقى نفسه في ارض جبليه مقطوعه تماما عن الدنيا. وفي ليله من الليالي وهو قاعد وسط زمايله في خيمه الخدمه، الجو تلجي والضلمه حواليه تقيله. فجأة جت له الأوامر صريحة وسريعة: أنت يا أحمد هتتحرك دلوقتي حالا وتطلع تستلم نقطة الحراسة المتقدمة لوحدك لحد طلوع الصبح. نقطة حراسة مقطوعة ومعزولة عن باقي الكتيبة بمسافة طويلة، كأنها مرمية في آخر الدنيا. أحمد أخد سلاحه وربط حزام الكومبات بتاعه ومشى لوحده في الضلمة لحد ما وصل للنقطة اللي حددوها له. وقف في مكانه وعينه وسط راسه ومنتظر تعدي الساعات الباقية على خير. بس المسكين ما كانش يعرف ان الحتة دي بالذات هي اللي هتقفل عليه بوابات الجحيم. الساعة كانت داخلة على نص الليل تماما، الصمت قاتل والجو برد موحش. احمد واقف في نقطة حراسة لوحده والسكون حواليه بيقطع النفس. وفجأة وسط السكون ده سمع صوت خطوات تقيلة وغريبة جدا بتتحرك وبتطل عليه من الضلم، خبطة على الأرض كأن في كائن ضخم ماشي بصعوبة ومش موزون جسمه، كأنه بيجر رجليه على الصخور برعب. أحمد قلبه دقته ارتفعت وعروقه نشفت، صرخ بكل قوته في الضلمة: مين هناك؟ اقف وإلا هضرب بالنار حالا. قف مكانك ولا سوف أضرب بالنار. مفيش أي رد. الصمت رجع تاني للحظات، لكن الصوت قرب أكتر والخطوات بقت أعلى وأوضح وبتخبط في الأرض بشكل هستيري. وفجأة ضوء كشاف سلاحه وكشف له عن كارثة بجد. الرعب مسك في جسمه كله وعقله فصل تماما، ومن غير ما يحس بإرادته صباعه داس على الزناد وضرب طلقة نارية مرعبة شقت السكون واستقرت في نص الكيان ده. الكيان اختفى في الهواء كأنه دخان اسود كثيف، واحمد وقع على الارض فقد الوعي تماما. تاني يوم زمايله لقوه نايم مكانه كأنه جثة وجسمه متلج وفي نفس الوقت مولع نار وسخنة بطريقة غريبة جدا. لما نقلوه لأهله في البيت بدأت الكارثة الحقيقية. أحمد ما بقاش هو خالص، شخصيته اتدمرت، جسمه بقى بيجيله تشنجات عنيفة. والأمر المرعب اللي بجد إن الولد ما كانش بيمثل ولا بيقلد، لأ ده كان بيتكلم بصدرهم هم فعلا من جوه جسمه. طلع النبي يا شيخ الجيب عشان يجي سنة تحاكمني، صرح ذي المرض العجوز وبنيها حرام يتحمل بذنبهم. صرح مش ناقص كني معي هذا الإنسان عني ناقص العجوز. صرحها من هذا ولا هذا أم المقتول ولا يا أم هذا كله ولي الشرع وأبوها أبوه جالس مش فارق. والله يا تربطني حرام. أنا أقول لك إذا ربطوني بي إذا طم بسكا من شيخ وطرف خلوا مش مربط مش فار. والله إني جالس عندك حلف يمين والله ما حلت لك. أنا جالس وين وين كان فرلان وين فر وصلتني لآخر البراد وين فرلان. الشيخ شوف السلاح اللي كلمنا عليه الآن مش جابه وأنا كلمته كله جيبه يا شيخ كذاب مش من سلاح. خلاص كيف قتلت مدري والله مداري ما من سلاح قتل والله مداري ما من سلاح كذاب. من سلاح عند أحمد عادل والله لا أذكر أحمد عادل مش معه والله من معه سلاح. حرام يا شيخ أمرني بس أمر الآن بجيب أنا أحمد حرام بمسح بالأرض والله بتروح ولا بتلمسه. حرام إذا لمسه يا شيخ وهو يسمع إذا لمسه ولا يأذي إني قاتله
مش قاتله بالمحكمة الآن. شوف أنت تسمع، بقتله ضد المرة. خلاص بتجيب السلاح. أخذني أقول لك بلا سلاح، أنا بلا سلاح. منين نجيب لك سلاح؟ منين؟ من الجن. تخيل تسمع حنجرة أحمد وصوته بيتحول في نفس الثانية لنبرة تخينة ومرعبة بصوت قاضي الجن وهو بيدي الأوامر وبيحاسب. جلسة القصاص بدأت والمتهم لازم يتحاكم. وفي لحظة النبرة تتحول لصوت تاني كله غضب، صوت أبو الجن المقتول وهو بيزعق وبيطالب بدم ابنه. دم ابني مش هيروح أقدر ولازم القصاص. وترجع النبرة تتبدل لصوت تالت حزين بصوت أم الجني وهي بتعيط وتصرخ على ابنها المقتول. أحمد كان نايم مش قادر ينطق ولا يدافع عن نفسه. الكائنات دي هي اللي كانت بتدير المحكمة وتتكلم بلسانه وتنزل في جسمه التشنجات قدام أهله اللي واقفين مرعوبين ومش عارفين يعملوا له أي حاجة. والناس كلها كانت قاعدة في البيت مش مصدق اللي بيحصل واللي هم شايفينه من أحمد. البيت كله كان قاعد مرعوب والناس مش مصدقة إن اللي بيدير المحكمة ده جوه البيت مش أحمد، دي الكائنات المرعبة اللي مسيطر على لسانه حرفيا. وسط الصراخ والرعب ده أهله جابوله واحد بيدعي إنه شيخ ومعالج عشان يلحق الولد ويخرج اللي فيه بالقرآن. بس هنا المفاجأة الصدمة والوحشة بعينها، الشيخ ده ما كانش رايح لوجه الله ولا همه اصلا علاج الولد ولا فك كربه. الراجل داخل البيت وبدل ما يمسك المصحف ويبدأ شغله بضمير طلع موبايله من جيبه وبدأ يصور كل لحظة مرعبة واحمد متجنن والجن بيتكلم. الشيخ استغل وجع احمد وانهيار اهل وامه المكسورة عشان يعمل لقطة ويضرب بها ترند على السوشيال ميديا. بدل ما يستر على البيت خد الفيديوهات ونشرها على كل المنصات والدنيا اتقلبت وبقى الفيديو يجيب ملايين المشاهدات والفلوس على حساب عذاب احمد ونفسية اهله اللي كانوا بيتابعوه في كل ثانية. يا أخي على حق، يا أخي على باطل بقى ما في. ماشي باطل أخي، خليتوني باطل أنا. لو كنت 3 أسابيع مؤدبيني باطل. ليش هكا؟ شو الأهالي يفتقوا علي وأمي وأبوي الشاي يموتوا كبواطن بسببكن. والله شوفوا يا تحكموا بالحكم اليوم تقتلوني ولا يا شيخ تفنيني انا وياه نتلاعبق لما كل واحد يقتل الثاني. لا انا ما اشتقتله، اشتي ضمك معي بس والله لا تحاول كم بتحاول. حرام ما دخلت مع قبيلتك. اما اسمعني والله. وساعات طويلة من الصراع جوه البيت لحد ما جانا لفجر اليوم التاني هدى خالص وروحه رجعت له وفتح عينه وهو مش عارف في ايه ولا ايه اللي حصل حواليه. قصة احمد حقيقية ومرعبة وبتثبت لنا عبارة قاسية جدا ان احيانا استغلال وجع الناس عشان الترند بيكون ابشع واقذر من الجن نفسه. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم باللي بيبيعوا وجع الناس وخراب بيوتهم عشان شويه مشاهدات وترند رخيص. ودي كانت حكايتنا النهارده من حكاوي باشان. في النهايه ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل حكاياتنا الجديده. سلام.